اللي يخلي الإنسان يهديه ربي عز وجل هو الشعور بخطورة الذنب. هذه اللي لازم تفهمها مليح، لازم تشعر بأنك في خطر. أما أنك تستأنس بكثرة العاصين، تقول أنا راني نتكيف قاعد يتكيفوا، راني نبلع قاعد يبلعوا، الناس راهي مضروبة قاع بعصا وحدة، ورانا ماشيين كامل كيف كيف، ونهار ندخلوا لجهنم ندخلوا نحكموا الفيراج كيف كيف مع بعضنا. ما كاش هذيك، ما كاش إذا عمت خفت راح تدخل انتايا في قبرك وحدك وراح يحاسبك الله وحدك، وراح تنسى في رمشة عين كل إنسان كان واقف معك. دير في بالك بل الإنسان سيأتي يوم القيامة فردا كما قال الله عز وجل، ما يجي معك حتى واحد. هذوك صحاب لك معنقهم وتمشوا كذا، والله ما يجي واحد يوقف معك يوم القيامة. كل واحد نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. علاه؟ لأنه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، كل واحد رو لاهب همه. ولذلك أنت يوم القيامة دير بالك باللي تحاسب وحدك، إذا ماذا أعددت لها؟ ولذلك الآن كل واحد فينا راهو حاكم طريق ماشي مليحة، أو عنده حاجة مكروشياته راح تديه لجهنم، أو عنده ذنب راهو يدير فيه ممكن ربي يختم له به، أو عنده حاجة راهو مظلمة راهو دايرها ممكن راح تغمسه في جهنم. فليراجع نفسه فإنه على خطر عظيم.